بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه. هنقعد مع بعض كده نعمل ايه شويه المخبوزات دي، العيش يعني او البكاكين او زي ما انتوا عايزين تقولوا. هما ايه بالنسبه لي شويه بكاكين صغيرين كده، مش قرص، لا بكاكين يعني عجينه او خبز باللبن الزبادي والسمنه والسمسم والخميره والملح وشويه سكر. بس هي دي، لبن حليب او لبن زبادي، شويه سكر، معلقه ملح، حته خميره، بس كده. ده عجين او ده خبز بيتعمل ايه في جميع بيوت الفلاحين. احنا صعايده، احنا صعايده وفلاحين، احنا المصريين، احنا الستات المجاهدين، احنا لربنا اليتامى، وعمرنا في حياتنا ما كنا في يوم من الايام مساكين. انا واعوذ بالله من كلمه انا لبنى درويش، لبنى درويش. افتخر بذاتي بس، ما بفتخرش بحد، ما بقولش، مش هقول بقى في الفيديو ده انا ابويا مين ولا اخويا مين ولا مين في مين ولا عم مين ولا مين في مين. انا بتكلم عن ذاتي وبتكلم عن بيتي وبتكلم عن اولادي. انا ست مصريه بمناسبه يعني الناس اللي بتقول عليا اللي انا ولادي خريجين سجون، خريجين اللي دايما بتقول على اولادي ان هم خريجين البتاع اللي هي اللي بتاعت الاطفال الصغيره دي، اسمها احداث، وخريجين سجون. الست دي ما بتقولش غير على اولادي كده، ولا هي تعرفني ولا تعرف حاجه عني ولا تعرف عن اولادي غير ان هي ست صاحبه قناه زيها، ماليش علاقه بقى والله، ربنا اللي يعلم. بس هي كل ما يتكلم تقول على اولادي خريجين سجون، خريجين احداث وخريجين سجون. انا ست مصريه اتجوزت وجبت وربنا رزقني ب4 اولاد، ولدين وبنتين، وابوهم مات وهم الكبير بتاعهم بسم الله الرحمن الرحيم، الكبير احمد الكبير 9 سنوات في 3 ابتدائي، والصغيره كانت ليلى عندها 3 سنين ونص. ابوها مات وسابها 3 سنين ونص. اتجوزت بعد وفاه ابوهم لان انا لسه كنت صغيره في السن، كنت عندي زي 22 سنه وكنت صغيره في السن وكنت بشتغل، وكان فيا طمع، كان فيا طمع جامد. يعني ايه الست برضه لما تبقى لوحدها وصغيره. اتجوزت وكان ليا قدر ان اتجوزت راجل انجبت منه 3 اولاد. اولادي اتربوا معايا، الصغيرين الكبار احمد وحسناء وعبد الله وليلى اتربوا معايا في بيتي. ده بيتي انا، مش كان بيت جوزي ولا حاجه، ده كان بيتي انا. اي نعم اتربوا مع جوز الام بس في بيت امهم، لا في بيت ابوهم ولا في بيت جوز امهم، ده متربيين في بيتي انا، وجوز امهم هو اللي كان قاعد معايا، يعني جوزي كان قاعد معايا. ربيت ولادي، كنت انا بشتغل وكان شغلي الحمد لله رب العالمين، يعني سيدة اعمال في السوق، والحمد لله كانت ولادي معايا في الشغل بتاعي. وتقريبا كده الشغل بتاعنا كان شغل عربيات وشغل بيع وشراء اللي هو قطع غيار السيارات. والموضوع ما كانش يعني ايه، العيال ما كانتش مهتميه بالدراسه جامد زي ما هي مهتميه بايه، زي ما هي مهتميه بالشغل. كانوا بيذاكروا كل حاجه والحمد لله رب العالمين. احمد الحمد لله رب العالمين كليه تجاره الحمد لله رب العالمين، وعبد الله التجاره، وحسناء طلعت من الثانويه العامه، وليلى برضه من الثانويه العامه ما كملوش.
او ليلى باين طلعت من الاعدادي ما كملتش، ليلى ما كملتش فعلا، ما كملتش الدراسه، وحسناء اتجوزت وهي لسه صغيره برضه ما كملتش الدراسه، وهم دولت نصيبهم الحمد لله، وهو زياد في الدراسه وفاطمه ويوسف في الدراسه، واللي ربنا كاتبه لهم هياخدوه. ولكن انا ولادي كانوا معايا في شغلي، ولادي كانوا معايا في شغلي، كان عندي مكتب رحلات، كان عندنا محلين قطع غيار سيارات، والدنيا كانت ماشيه معانا، والدنيا كانت زي الفل. يعني ولادي ما كانوش خريجين سجون ولا خريجين احداث ولا حاجه، ولا عند حد بيضربني ابدا. اللي انتوا كل يوم تطلعي تقولي اللي ابني بيضربني، ابني بيضربني، ابني ده ابني مربيه يتيم زي البنت البنوت، ولادي كلهم الحمد لله بيحترموني جدا. ولكن انا عندي اي نعم ما فيش بنت من البنات تقدر تتنفس. يعني لو قلت للبنت اقعدي في المدرسه خلاص، ما تروحيش درس خلاص، ما تقدرش تقولي اني مش رايحه ليه، خلاص ده امها شايفه كده خلاص، اخوها شايف كده خلاص، احنا كده وطبعنا كده ومفيش غير كده. هو احنا كده وربيت ولادي على كده، لان مربيه ولادي يتامى. الحمد لله بنتي الكبيره الحمد لله حسناء مخلفه 3 اولاد، ولادها بيطلعوا معانا زي ما انتوا شايفهم كده، محمد وحسن بيطلعوا معايا في الفيديوهات. حسناء حبوبه قوي، صاحبه قناه مريم زكي، واحمد صاحب قناه احمد غالي، محترمين. خشوا شوفوا احمد وانتوا تعرفوا كان خريج احداث وخريج سجون ولا ايه. حتى احمد دخلت عليه سلطت عليه الناس بقناته وقفلت تعليقات شتيمه فيه، وتقول له روح شوف اختك وشوف امك، قفلت تعليقات. انا اسفه يا جماعه اللي طلع لكم الفيديو ده، ولكن انا بقول لكم انا ست مصريه ربيت ولادي يتامى، وبرضه التانيين الصغيرين بربهم برضه، ابوهم منفصله من ابوهم، ولا عمري ما اديت ايدي لحد، ولا مديت ايد الاخ ولا الاب ولا الجد ولا لجدهم ولا لعمامهم ولا لاي حاجه، ولا بنمد ايدينا لحد، الحمد لله رب العالمين. كل يوم تشويه فينا وتشويه في سمعتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونلاقي كمان اللي ابني بيحطني انا وولادي البنات بيطحني انا وولادي البنات. ابني بيطحني، ابني احمد. يا رب سلف على كل حبيبه يبقى ابنها زي اخلاقه زي اخلاق احمد. يا رب سلف على كل الحبايب تبقى اخلاقه زي اولادهم، يبقى اخلاقهم زي اخلاق احمد ابني وتربيه احمد ابني. يا نهار ابيض، تدين علامه الصلاه في وش احمد كده، علامه الصلاه في وش احمد كده. عبد الله وزياد وحسناء لابسه النقاب وبسم الله ما شاء الله عليها، واهل جوزها بسم الله ما شاء الله عليهم. بيقول يا زين ما ربيتي في حسناء يا ام حسناء. وكل ولادي محترمين الحمد لله، لا خريجين احداث ولا خريجين سجون. حتى فاطمه لسه طالعه معايا لسه اول امبارح، عبال فاطمه وطلعت معايا اشتغلتها بالتعليقات وبالسب والقذف. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكو بس وعوزني إلا الله، أشكو بس وعوزني إلا الله، أشكو بس وعوزني إلا الله. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات، وعند الله إن شاء الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم. والله يا جماعة ولادي أحسن تربية ولا عمرنا في حياتنا. والله يا جماعة عمري بفضل الله ما دخلت على اسم ولا أعرف عن الحاجات دي غير لما أكون رايحة أطلع بطاقة، رايحة أعمل حاجة زي كده بالاسم. عمري ما رحنا اسم ولا رحنا الأماكن دي
غير لما نكون رايحين نطلع بطاقة أو حاجة زي، ولا لنا الحمد لله مشاكل مع حد، ولا عمرنا بنأذي حد، ولا لنا علاقة بحد. كل يوم يتقال على ولادي اللي أنا مربياهم يتامى، اللي احنا خريجين سجون، كل يوم ولادي خريجين سجون. يا رب يا رب يا رب يا رب، انت العدل، اعدل بيني وبينهم يا رب، انت العدل يا رب، انت العدل، انت العدل يا رب العالمين، تعدل بيني وبينهم يا رب. قال ايه؟ ولادي، ابني بيجي يحطني على بناتي ويقعد يضرب فيا. ولادي بيجوا يحطونا على بناتي انا وبناتي ويقعدوا يضربوا فيا. ولادي سبحان الله، ولادي يضربونا. اي نعم، ما اقدرش انكر ان انا ما عنديش بنات في حريه لا، وانا عشت كده. لو في غلطه عندي هقول لبنتي، هقول لاحمد. يعني بنتي في يوم من الايام كان اخويا طلع يتكلم عليا، وطلعت راحت له في القناه اللي هو فيها، وقالت له يا خالي عيب الكلام ده، الكلام اللي انت بتقوله على ماما ده. من غير ما ترجع لي فعلا قلت لاحمد، يا احمد اختك عملت 1 2 3، جه دك عضمها في جسمها. ما اقدرش اقول كده، اقول لكم ما عنديش انا ان انا ما عندي، يعني احنا حياتنا تانية خالص غير حياة كل الناس. انا ست قافله بابي على ولادي، قافله بابي على ولادي، ربيت ولادي يتامى ما مش عندهم معايا، وقافله بابي عليهم، وتربيتهم غير تربيتي يعني، لان انا كنت الاب وكنت الام. اللي ما بقدرش عليه لما العيله تعمل غلطه، عند اخوها الكبير طبعا، اخواتها الكبار، ايوه الرجاله بتاعتهم، امال ايه؟ امال البنات تخاف من مين غير من الرجاله؟ ايوه، ما عنديش انا البنات تمشي ولا تلبس ولا لا، والله ما عندنا كده، قافله البوابه علينا، حتى الجيران ما يعرفوش بنات، الجيران نفسهم لو شافوا البوابه بتاعتنا مفتوحه وكده يستغربوا البوابه مفتوحه ليه؟ لان قافله على ولادي من صغرهم، لان انا كنت الاب وكنت الام. تمام. بس انا مش هقول سلف على اللي بتقول عليا على ولادها، ولادها ذنبهم ايه اللي انا اقول عليهم اي حاجه غلط، ولا الاب والام ذنبه ايه، ولا كل ده. انا اقول بس حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، وكل واحد في يوم من الايام عاجلا او اجلا هياخد حقه. وعلى فكره الظالم بيشوف عاقبة الظلم بتاعته في الدنيا قبل الآخرة. الظالم فعلا بيشوف عاقبة الظلم بتاعه في الدنيا وفي الآخرة، مش في الآخرة بس، بيشوف. والمظلوم بيشوف نصر ربنا فيه في الدنيا وفي الآخرة، بيشوف بعينه كده هو نصر ربنا في الدنيا قبل الآخرة. أهم حاجة محدش يظلم حد، محدش يفتري على حد، محدش يفتري على حد، محدش ياخد من الدنيا أي حاجة. والله يا جماعة، والله 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 بفضل الله يا رب ما تكتبش علينا أي حاجة وحشة، ما اتمناش لا في أي حد ولا في أي حبيب. الحمد لله ولادي متربيين، الحمد لله رب العالمين على الطبلية دي ده شايفين الطبلية دي، الطبلية دي اللي مربية ولادي، طبلية أمهم. أبوهم ماتوا وهم صغيرين، مش هقول لكم تربية أبوهم ولا أبوهم كان مورثهم ولا حاجة،
تربية شعبهم بعد رب العالمين. كل من لقمتهم بالحلال وبالعرق الجميل وبالتعب وبالشقة وبالإرهاق وكل حاجة أبدا. نحن الحمد لله رب العالمين مشهورين في الشارع بتاعنا الأدب والأخلاق والاحترام. يمكن لو البوابة اتفتحت الجيران لو شافوا البوابة مفتوحة يجروا في حاجة، في حاجة، حد محتاج الحاجة، في حاجة. لو العيال واقفة في الشارع بتغسل عربيات ولا بتعمل أي حاجة بيبقى يوم عيد للجيران رايحين جايين عنهم كده عشان يسلموا على الشباب ويتكلموا مع الشباب. الحمد لله صرت بجيراني حلوة جدا 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 الحمد لله رب العالمين. ما عندناش أي حاجة غلط ولا عمري في حياتي عاني من عندي. عبد الله دخل مرة الاسم للبطاقة، عيالي دخلت للبطايق، الأقسام للبطايق والورق التجنيد وهم رايحين التجنيد. تمام؟ بس أو رايح أطلع شهادة ميلاد أو أعمل أي حاجة ملناش علاقة إحنا بالأقسام ولا لنا علاقة بالحاجات دي. الحمد لله رب العالمين. أنا عمري في حياة ابني ولا ولادي هو مرة واحدة فعلا ابني ما كان سايق عربية، كانت بنت صغيرة بتجري على الطريق كده على الطريق السريع جرت قدام العربية، على الطريق السريع. بنتي في سنة أولى ابتدائي اتخبطت، ابني خبطها بالعربية على السريع وهو بيجري وفي طريق مطروح. دي فعلا دي ساعتها جه الشرطة خدت العربية وخدت ابني وابني راح قعد من الصبح الساعة 8 لغاية الساعة 12 بالليل اللي هي ديت حادثة البنت. وقفت مع البنت وأهلها اللي قالوا الغلط من عندنا، وكمان التقرير اللي كتب المحضر المعاينة وطلعت اللي ابني مالوش ذنب في الحادثة ولا حاجة. هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يكون ابني خد ساعات اللي بتتعمل إجراءات مع أي حد. دخل نيابة الصبح وتحول على النيابة آخر النهار، دخل النيابة وتحول على النيابة آخر النهار. هي دي الوحيدة في حياتنا إن هي تكون بصمة لأحمد ابني. قعد كذا ساعة من يوم، يعني 7-8 ساعات أو 12 ساعة في القسم، في الحجز روتين. لما البنت انضربت بالعربية دي ما في حياتناش حاجة عمرنا، ما في حياتناش حاجة. ولا ابني بيضربني وابني بالعكس، ابني ربنا فوق وامه تحت. ربنا فوق احمد ابني ده بالذات ربنا فوق وامه تحت. ولادي كلهم على كده، ما حدش يقدر يزعل امهم، ما حدش يقدر يزعل امهم. لو من بالذي ما حدش يقدر يزعل امهم، واللي بيزعل امهم بيحادوه بيقطعوه للابد. خال عم اي حد يعرفوا ان هم زعلوا امهم بيجوا قافلين من ناحيته سلام ربنا وبس. طالما امي زعلانه من ده مالناش علاقه بيه. ولاد بنات وصبيان الحمد لله رب العالمين، ما عندناش اي حاجه ولا اي بطحه علينا. الحمد لله رب العالمين. ولادي متربيين احلى تربيه الحمد لله. حاجه اسجد لربنا عليها واسجد لربنا ان دولت ولادي ال7 اولاد دولت. الحمد لله رب العالمين على السراء والضراء. الحمد لله على موت الاب الاولاني، الحمد لله على طلاقي من الزوج الثاني وعايشين والحمد لله فاتحه بيتي اهو بفضل الله عليا. لا عمري ما اديت ايدي لحد في حاجه، وان شاء الله رب العالمين مش هنمد ايدينا لحد في حاجه. والحمد لله الدنيا ماشيه. خلص دول التخطيط يا جماعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمت معاكم شويه وانا اسفه للطلعه اللي انا طلعتها دي. انتوا المفروض تشوفوا مننا الايجابيات بتاعتنا مش السلبيات. وانا اسفه وان شاء الله مش هيحصل كده تاني باذن الله، ولا اطلع لكم الطلعه دي ابدا. انا ما رضيتش اقعد البنات معايا عشان الطلعه دي. ولبنى دروش انتوا كلكم شايفينها وانتوا كلكم عارفين مين وشايفين الناس، وانتوا كلكم
عارفين من الحلو من اللي وحش. والله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هبطط البكاكين دي وهم خلاص خمرانين اهم، العجينه خمرت اهي، شايفين؟ باذن الله نبططهم. شايفين الجمال بتاعهم؟ شايفين؟ ان شاء الله بططهم وهنزل اغمسهم معاكم تحت باذن الله. معاكم ان شاء الله هنزل اغمسهم تحت. شكلهم كده بسم الله ما شاء الله. ده قمح من الغيط بتاعنا. ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي ربنا يعينني ويقويني ويصلح حالي ويستر بناتي يا رب. بناتي يا رب اللي انتوا كلكم شايفينهم قدام عينكم، شايفين كلكم بناتي الحمد لله رب العالمين. ما عندناش اي حاجه وحشه. هخبز هنخلصهم تبطيط وننزل نخبز معاكم. يلا